السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وعافية وخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة سادس يوم رمضان او خامس يوم رمضان، يعني بسجل الفيديو ده في سادس يوم رمضان. بسجل لكم من تحت من عند الطيور بتاعتي عشان خاطر اهرب من تولين بنتي. المهم يعني انت داخلنا بالزينة سادس يوم رمضان، فوالله الفيديو ده كان بيحمل المفروض من كام يوم كده من قبل رمضان، بس دايما بيقف التحميل بتاعه مش عارفة ليه. بس كان لازم بقى ان انا انزل الفيديو ده عشان خاطر يبقى موجود عندي على القناة وكده. سنة طيب. آه زي ما انتم شايفين كده دي زينة رمضان. وانا يعني بحاول اطبق مقولة الوصول متأخرا خير من عدم الوصول. فقلت نوصل متأخر احسن ما نوصلش خالص يعني. مش عارفة هما من ساعة ما ابتدوا يلاقوني بسجل شكل تورين موصياهم. المهم يعني دي زينة رمضان في شقتي السنة دي. انا كنت قايله لكم ان انا في تغييرات بسيطة في الشقة، يعني نقلت الانتريه في نقلت الانتريه، نقلت النيش في اوضه الانتريه وكده، ودي الزينه. طب احنا ممكن نسجل ولا هتتعبنا معاك كل شويه؟ آه دي الشقه، دي زينه رمضان، وده الشكل النهائي للشقه يعني. عايزه اقولك ان ممكن تتعاملي في الشقه او تدخلي البهجه عليك وعلى اولادك باقل حاجه، باقل امكانيات. انا تقريبا ما اشتريتش حاجه خالص السنه دي. المفرش اللي انت شايفاه ده كان مفرش سرير عندي كش على السرير، فقلت يلا نستخدمه بياضات للانتريه. الخياميه دي عملتها، هي بصراحه فكره اياد ابني بس تصميمي انا وهو يعني. 3 مواسير كده كانوا عندي، مواسير ستاير. ولو عندك مقشات عادي، عندك عارفين البوص اللي هو الخرزان ده، ممكن تعمليه بيها اي حاجة يعني. هتعملي خيامية رمضانية حلوة، بس طبعا انا ما كانش عندي قماش خيامية يكفي ان انا اعمل بيه، فخدت مفرش من بتاع السرير برضو. وزي ما انت شايفه بقت خيامية حلوة لرمضان. دخلت بهجة رمضان على نفسي وعلى اولادي وفي شقتي. حاجة حلوة. الفروع النور اللي انتوا شايفينها دي كلها حاجات من يعني من فتره كانت عندي، ما يعني ما اشتريتش حاجه السنه دي غير فرع النور اللي على النيش ده، وجوزي جابه معايا يعني جبر خاطر لينا السنه دي. فالحاجات دي كانت موجوده من زمان، ما اشتريتهاش والله. ما اشتريتش حاجه خالص. اللمبه دي برضو من حوالي سنتين 3 موجوده. الحاجات دي اخر يعني بعد 3 ايام بتوع العيد بشيلهم وامسحهم واروح حطاهم بقى كده والفهم للسنه اللي بعديها ان شاء الله. ربنا يبلغنا رمضان سنين كتير ان شاء الله. ده النيش بقى، النيش ده كان في اوضه السفره. انا لغيت اوضه السفره خالص. ونقلت فيها اوضه النوم والسفره نفسها، الكراسي والترابيزه نفسها. انا هقول لكم بعد كده عملت بيها ايه، هبقى اصور لكم فيها يعني. منكم اللي هينتقدني ومنكم اللي هيقول عادي اتصرفتي، بس هي السفره في المكان ملهاش لازمه يعني. انا شايفه ان هي مكركبه لي الدنيا وخلاص. ده الشكل النهائي للشقة زي ما انتم شايفين. وبعد كده يعني ده المدخل، طبعا انتوا فيكم اللي عارف شقتي يعني. وده الانتريه، وفي اوضه المعيشه اللي احنا قاعدين فيها. ده اوضه عرب كده فرشه فيها موكيتا ومساند كده وحافظه وخلاص. وجواها اوضه نوم الاطفال، وبعد كده المطبخ والحمام. آه، يعني الشقه الحمد لله حلوه. الاستيكرات اللي انتوا شايفينها دي، التابلو ده كنت انا اللي عاملاه بالكرتون برضو. بس على القناه القديمه. آه، المدفع اللي انتوا شايفينه ده برضو كنت انا اللي عاملاه. وطبعا الفوانيس دي كانت موجوده. لا، منظر الشقه بصراحه في رمضان بيبقى مبهج جدا. اقل حاجه بتبان الفانوس برضو اللي متعلق على الحيطه ده كنت انا اللي عاملاه بالكرتون. المهم يعني انك انت ممكن تدخلي البهجه على اولادك باقل حاجه. مش لازم بقى اروح اشتري واجيب. واصل انا نزلت شارع الخياميه لقيت الاسعار والكلام ده، لا انا والله من اي حاجه في البيت ممكن ندخل على نفسينا البهجة برضو ونفرح يعني. هو رمضان مش رمضان للزينة ولا الحاجات دي، احنا بنعملها بس عشان خلاص اتعودنا عليها. لكن هو رمضان لحاجات تاني يعني. ربنا يكرمنا بيه، وربنا يسلمنا رمضان ويسلمنا رمضان ونسلمه لربنا ان شاء الله بكل طاعاته وبكل خيره. اللهم امين. فربنا يبلغنا رمضان كتير وكتير ان شاء الله، ويسترها علينا وينصر اخواتنا في غزة. انا شكلي هذبحك النهارده. انا هنا يا جماعه زي ما قلت لكم ان انا عند الطيور بتاعتي.
بنزل هربانه. يعني من امبارح بحاول ان انا اسجل الصوت على الفيديو ده، مش عارفه ليه. طبعا لغيت الصوت الاولاني لان كان قبل رمضان، فبنزل لكم بقى الفيديو زي ما انتم شايفين كده. المهم في الفيديو ده هنلاقي ايه بقى؟ هنلاقي فطار اول يوم عند ماما، وهنلاقي كمان السحور عندي، عملت فول المدمس وكمان عملت الزبادي. يعني لما لكم شويه حاجات كده، فاضطريت ان انا الغي الصوت الاولاني واحط لكم الصوت ده. بصي يا ولاد، انا عارفه ان الفيديو نازل متاخر، والمفروض ان انا كنت انزل الفيديو ده قبل رمضان، بس مشاكل النت اكيد يعني كله بيتعرض ليها وكده. فانا الفتره الاخيره دي انا حاسه كده ان في حاجه مش طبيعيه. يعني حتى لو جهزت الفيديو وخلاص ان انا هحمل الفيديو بقى وهظبطه، ابص الاقي حاجة حصلت، فبركة التليفون كله. فبقى الدنيا اجي احط الفيديو عشان احمل بقى الفيديوهات وامنتج والكلام ده على برنامج المونتاج، ابص الاقي الفيديوهات كلها مش موجودة. فمش عارفة يعني هو ايه السر في كده، انا مش فاهمة. الخيامية بصراحة شكلها عجبني جدا، فعشان كده انا مش عارفه هو التصوير بيعيد نفسه ولا ايه. بس المهم يعني هو ده كان الشكل النهائي للشقه. دي اوضه الانتريه وكان المدخل زي ما وريتكم. وبعد كده هنخش على اوضه العرب والمطبخ. المطبخ انا ما حطيتش فيه زينه كتير السنه دي، يعني حاجات بسيطه كده علشان خاطر يعني حسيت ان هو ده كفايه. فلازم يبقى فيه تغيير. يعني هي دي الاوضه اللي انا بقول لكم عليها، دي اوضه المعيشه، دي الاوضه اللي احنا قاعدين فيها. دي جواها اوضه الاطفال او اوضه الولاد يعني. والمكان ده والتلفزيون قصادنا والمطبخ جوانا. وعارفين يعني انا بحس الشقه بتاعتي يعني جزئين مستقلين عن بعض. الانتريه لوحده، اوضه النوم لوحديها. الاوضه بقى اللي كانت مكان اوضه النوم دي بقى، دي انا يعني هي دي كانت المفاجاه بتاعتي، المفروض ان انا اقول لكم عليها يعني، بس انا هقولها لكم يلا بقى مش مهم. الاوضه دي انا عملتها تحضير للفراخ. ازاي جوه اوضه النوم؟ بصوا، هو يعني انا بحاول على قد ما اقدر ان الموضوع يعني ايه، ما يبقاش فيه ريحه، ما يبقاش فيه كده، على قد ما بقدر. يعني هو مش طبيعي ان الحاجه دي مش هيبقى موجود ريحه وكده. بس انا مخليها تحضير. لو مثلا جايبه كتاكيت، طبعا انتوا عارفين الكتاكيت البيضه والكتاكيت البلدي بتبقى عمر يوم او ساعه، فبخليها مثلا 6 7 ايام كده وبنزلها. انا لو كنت بخليها لحد 15 يوم، عشان طبعا كان الجو ساقع. بس في الفتره الجايه دي ان شاء الله هتبقى تحضير لمده 6 7 ايام مش اكتر يعني، وانزل بقى في المحل باذن الله. السفره بقى انا خليتها زي حضانه كده، يعني ايه زي سقف للحضانه اللي انا كنت عاملاه. يعني كان عندي جزامه خشب وكلام ده المطبخ بقى زي ما انت شايفه كده. حاجات بسيطه فيه، ويعني مش مخلياه مزغرف السنه دي قوي. هنا بقى الفول المدمس زي ما انت شايفه كده. جبت كيلو فول، حطيت عليه مقدار كوبايه من العدس ومعلقتين من الرز. وحطيت معلقه سكر. انا طبعا ما كنتش ناويه اصور فصورته في النص كده. وهغلي له كاتل ميه لحد ما اغطي الميه، ما اغطيه بالميه السخنه. حطيت معلقه سكر ومعلقه ملح بس، وسبته بقى لما يستووا مع بعضين. اقسم بالله ما كان من نص ساعه، مش عارفه ازاي بس هو ده اللي حصل. يعني 10:30 على الساعه 11 كان استوى. انا كنت فاكره بقى ان انا هقعد بقى الليل واخره، لا. لان انا كنت كمان نقعاه في ميه من قبلها بيوم، يعني حوالي اكتر من 12 ساعه في الميه، فده سهل معايا. وبعدين معلقه السكر كمان يعني خليت سواه استوى. هنا كنت بشوفه ما شاء الله كان يعتبر استوى. بس سبته بقى كده ايه لما يعني بتاع 10 دقايق بعد ما انتوا شفتوه في السوا ده، كان ما شاء الله زي الهريسه، طعمه تحفه. الفول المدمس في البيت ليه طعم تاني ونكهه تاني خالص. يعني ولادي مش من الناس اللي بتحبه قوي يعني، وبالذات لما بيبقى من بره مش على طول يعني، اوقات يحبوه اوقات لا. لا بس كان حلو يعني، ما شاء الله كان طعمه حلو قوي. هنا بقى سفرة اول يوم رمضان عند ماما زي ما انتوا شايفين. كانت عامله لنا محاشي وفراخ، وكان في بط بس مش عارفه ما تصورش ازاي، مش موجود يعني في التصوير هنا. دي الفراخ. طبعا سفرة الأم أول يوم وتجميعة الإخوات وكده، دي يعني فرحة لا يضاهيها فرحة. يعني ما شاء الله بيبقى اليوم سعيد وفرحان والحياة حلوة. تحسي ان انتي متجمعة مع اخواتك، تفتكري بقى زمان وايام زمان. طبعا انا اضطريت افطر عند ماما عشان جوزي ما كانش موجود، كان في شغله. لكن فعلا هو جوزي لو هنا انا كنت هفطر في شقتي يعني. ف يعني اول يوم ده بقى كده، تحبي تجمعي ولادك وجوزك وتعملي عيله صغيره بقى جوه عيله كبيره، فاهمه. فما اذليش ربنا السنه دي لان هو كان عنده شغل وكان مش كانش هيجي اول يوم يعني. والله ولا جه اول يوم ولا تاني يوم، بس جه تالت يوم رمضان.
فهنا كنت مصوره لكم بقى السفره، ورحت لقيت بقى الاكل معمول، ما شاء الله ربنا يكرم اللي عمل وتسلم ايد كل اللي عمل الاكل ده. وكل سنه وهم طيبين، ونعاد عليهم دايما بالخير يا رب، ودايما نبقى متجمعين وهي في وسطينا، اللهم امين. ربنا يطرح فيها البركه والصحه، ويرزقها العمر المديد والبركه والصحه، اللهم امين يا ماما يا رب. ربنا يسترك ويجبرك بخاطرك زي ما انت دايما جبره خاطرنا. يعني مهما نتكلم في حق الام مش هنكفيها حقها. ده كان لسان العصفور. مش عارفه مين كان يعني انا كنت باخد لقطات كده من بعض الحاجات اللي كانت بتتعمل، والحمد لله اليوم عدى وكان حلو قوي. احنا بيتنا وجينا تاني يوم يعني بالمناسبه. المهم بقى، الفيديو بقى اللي جاي ده بتاع الزبادي. الزبادي ده بقى كان يوم السحور قبلها بيوم، يعني قبل ما انا اروح بقى، يعني اول سحور لينا في البيت. زي ما انت شايفه كان كيلو لبن انا غليته وخليته لما برد زي دمع العين، يعني يا دوبك تجسيه كده بايدك يبقى زي دمع العين. ضفت عليه كوبايه من الزبادي، وبعد كده حطيته في الكوبايات زي ما انت شايفه كده. ورحت حطاله كاتل ميه سخنه وفي الصينيه زي ما انت شايفه، وكان الفرن عندي سخن، كنت مسخنه عيش قبليها. سبته بتاع يعني يا دوبك طفيته الفرن، ورحت حطاه مغطياه بفوطه، وسبته بقى لما جبن معايا. طبعا ده كان قبل السحور، يعني انا عامله ده ليله ما كنت مخمره الفول، يعني منقعه الفول. فعملت الزبادي وركنته، اتسحرنا بيه اول سحور. الحمد لله كانت نتيجته حلوه وكان مظبوط جدا. لو الفيديو عجبك ما تنسيش اللايك والشير وتفعيل الجرس لمحبتنا في اكلتنا. ومعلش اعذروني في تاخيري عليكم، اشوفكم على خير، فيديوهات تانية اجمل واحسن. كل سنه وانتم طيبين، مع السلامه.